السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد من إزاي نحقق فلوس بدون أدنى مهارة أو خبرة. طيب، في فيديو النهاردة بما إن ناس كتير قوي بعتت لي عايزة تعمل شغلانة تكسب منها فلوس وهي ما عندهاش أدنى خبرة خالص ومش عايزة تجمع ومش عايزة تعمل كل الكلام ده. في فيديو النهاردة الموضوع بسيط جدا. أنا هقول لك على موقع تحل فيه الكباتشا. الكباتشا ديت اللي هي أيام نات الروبوت اللي بتظهر في أغلب المواقع. في موقع بيعمل أداة تتسطب منها على كروم إن هو يحل الكباتشة دي بشكل أوتوماتيك عشان الناس ما بتحبش تدخل الكباتشة دي. طيب الموقع ده بيشتغل إزاي؟ بيدور على الناس إن هي تدخل الكباتشة دي بحيث إن هو بيبقى مسجل أكتر كمية من الأرقام أو الأشكال اللي بتجرى، بحيث إن العميل دوت لما يخش يشترك عنده يتحل الكباتشة بشكل سريع. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ الكلام ده كل اللي انت محتاجه ان انت تكون عندك جهاز كمبيوتر، عندك انترنت، بتعرف تقرا الحروف الانجليزي. بس كده. الفكره في الموضوع او المشكله في الموضوع ان الفلوس بتبقى قليله، يعني بيديك مثلا في الساعه آه، حوالي دولار او دولار ونص على حسب سرعتك وعلى حسب شغلك. طيب الكلام ده بيجرى ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هنخش على الموقع اسمه تو كاباتشا زي ما احنا شايفين كده. اول ما بتدخل على الموقع بيقول لك انت عايز تشتري الخدمه بتاعتنا. هتشتري الخدمه بتاعتنا ازاي؟ ان هي اي كباتشا بيكون عن طريق اضافه في جوجل كروم. اول ما تظهر كباتشا هي بتتحل اوتوماتيك، وبيقول لك احنا بنحاسبك على حل الكباتشا بدولار كل 1000 كباتشا. ويقول لك اهو كل الريتس وكل الكلام ده كله. طيب احنا ملناش دعوه بالكلام ده كله، احنا عايزين نشتغل عند ايه؟ نشتغل عند تو كباتشا ده. فكل اللي هعمله ان انا هعمل جيت بيت كده. هيقول لك اعمل اكونت. اول ما تخش هتعمل اكونت، تحط الايميل والباسورد وتوافق على الشروط والاحكام. انا طبعا عندي اكونت بالفعل فهعمل ساين ان. اعمل ساين ان ويز جوجل. ويبدا يدخلني على الموقع زي ما احنا شايفين كده. بتبدا ان انت تملى البيانات بتاعتك. طبعا لو نزلنا لتحت خالص في الانفورميشن كده تبدا تملى البيانات بتاعتك. وانا ما تخلص ملء البيانات ده كله، كل اللي عليك ان انت هتدوس على كلمه ستارت ورك. مجرد ما هتعمل ستارت ورك هيبدا ان هو يقول لك دخل بقى حلول الكباتش. تعالوا نجرب كام واحده مع بعض. هتدوس على علامه البلاي عشان يبدا يشتغل. يبدا يقول لي اهو الغلطات بتاعتي ايه. طبعا بيقول لك اكتب اللغات اللي انت بتقدر تتكلمها سواء انجليش او عربي او ايا كان. لو انت عندك مشكله لازم تبص على الكلام دوت. لو لو في البي سيز لو انت عندك مشكله فيه بتقول دوس على الرابط دوت بيبدا يشغلها لك. اهو بدا يطلع عندي كباتشا. هقول له مديك لي 8 تي زد تي تي. ادوس انتر. اهو لو خدتوا بالكم قال لي ان الكباتشا اللي دخلتها واحده وابتدى يعد معايا الفلوس. هو بس عشان الانترنت بيبدا ان الموضوع ياخد وقت شويه. طول ما الانترنت عندك كان كويس كل ما الدنيا هتمشي معاك اسرع، ومع كل كباتشا انت بتحلها هيبدا ينزل لك الفلوس. اول ما بتوصل تقريبا حد معين بيبدا ان هو يطلع لك الفلوس دي. طيب هو بيقول لي دلوقتي ماتش ويز باص اللي فيها اتوبيسات. اهو اتنين بقى 71. طبعا هو بيحمل الزيادة عندي عشان خاطر الإنترنت والضغط على الإنترنت. هنوقف أو هنحل اللي جاية بالمرة وبعدين هنوقف عشان أقول لكم إن في أكتر من حاجة كمان ينفع نتعمل. ار 7 إن سي اف دبليو. طبعا كل ما كان طبعا بقت 3 اهي 97. نوقف بقى. تعالى نروح للداشبورد. كل ما كان كتابتك سريعة كل ما كان أفضل. هنبدأ ننزل لتحت شوية. بيقول لك لو أنت عايز تشتغل بشكل أسرع وتعمل فلوس أكتر من خلال البرنامج بتاعنا، في أكتر من حاجة تقدر تنزلهم للكمبيوتر أو للأندرويد أو إضافة لكروم عشان تعمل آه، حل سريع للكباتشا، أو من خلال التليجرام تقدر تعمل الكلام ده كله. طبعا أنا هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو الرابط اللي تسجلوا من خلاله. بس كده الموضوع بسيط، مش محتاج أي حاجة ومش محتاج مجهود كبير. كان معاكم احمد نصر واتمنى ان انا اكون افدتكم في الفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. طبعا ما تنسوش اللايك والشير
وسبسكرايب للقناه لو انتم مش مشتركين فيها. سلام.